يا الله. حصريا لقناة مذكرات يا الله. لتوثيق الشعر الشعبي. أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي يخوف كلمة سلاح، أنا لعن الشماتة بوجهة الدرب طاح، ذهب مزيج حلوة وبالدرب طاح، هو عذيبي على روح الشكر باح. هسه الصوت شلونه؟ بالنسبة للموجودين بس خلي أجر بالليل كل مجران ملاح، يبلغونا عن الصوت. طبعا صوتي اقصد وصوت القصيدة اللي نشغله ايضا. فالموجودين تحياتنا لكم اولا، والصوت كلش حلو تمام، صوتي واضح وصوت القصيدة حتى اقرب الموبايل. تحت بيه ومرام بجاك ترداح، أجر وحدة على وحدة النيابر نياه. جميل. نمت وقفة شقف أهلك من الصباح، نمت وقفة شقف أكيد. أهلك من الصباح، نمت وقفة شقف أهلك من الصباح، تهت والضيفون طلعوا شباح، أداور بالمراد وقش ما صاح، على تهامة الخورة ولاك أداور بالمراد. احنا بس ننتظر يعني فترة بسيطة قليلة نسمع شعر شوية. اللي عاجبه يسمع قصيدة معينة أو شعر معين بس خليه يكتب لي حتى أشغله إلى أن يحضرون أكثر عدد ممكن. أنتم هم أيضا لا تقصرون، حاولوا تنشرون البث. الحلقات إن شاء الله راح ترجع كل جمعة إن شاء الله، واحتمال بالأسبوع أيضا حلقتين أو 3. طبعا هذا يعتمد على تفاعلكم ويعتمد على أيضا طلباتكم ورغبتكم، فحاولوا تنشرون البث، تدزونه لأصدقائكم. اللي عنده موهبة شعرية، اللي عنده صوت جميل أيضا مستعدين للسمعة. كل المواضيع متاحة، كل اللي تحبونه يعني نسولف بيه، ماكو مشكلة يعني. لكن هاي الحلقة نحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على باعتبار خلص شهر محرم وصفر، نسلط الضوء على القصائد اللي انطرحت هذه السنة، قصائد الحسينية، قصائد المنبرية. آرائكم، شنو اللي عجبكم، شنو اللي ما عجبكم، شنو سجلتم ملاحظات. هذا كله يهمنا نعرفه، يهمنا نسمع من عندكم مباشرة. فإن شاء الله يا ربي تكونون ويانا. ما أوصيكم بنشر البث المباشر، حاولوا تدزونه إلى كل ناسكم وكل أصدقائكم، خصوصا اللي عنده، طبعا أكيد اللي عنده موهبة شعرية، اللي عنده حتى إذا كانت بداية، حتى إذا كان نصعد ويانا بث مباشر نتشرف به، أو عنده صوت جميل أيضا نتشرف به نسمعه. إحنا بالتالي هو منبر البرنامج، نحاول نخليه منبر لكل خدام الحسين، لكل الأصوات والشعراء، عسى أنه نقدر نخلق حالة معينة. فكل الهلا وكل المرحبا بكم، وعودة إن شاء الله ميمونة يا رب بعد محرم وصفر، والعملية اللي أجريتها طبعا لأجل البث، يعني أنا وخرت الضمادات، فإن شاء الله يا رب راجع لكم بقوة. وقوتنا ودعمنا وإسنادنا أكيد من عندكم يبدي، من تواصلكم ومن تشجيعكم، وأيضا من طلباتكم. ماهر الشمري، نعم يا ماهر، شلونك يا حبيبي؟ أريد منك أبو أحمد وجداني والحسين. ما طيب، ما عندي. حبيبي ماهر، إن شاء الله يا ربي. أنا بس أنتظر قدر الإمكان أكثر عدد ممكن من الأخوان. حي الله حسين الساعدي يقول صاير حلو. عيونك الحلوة يا حبيبي حسين، لا تخليني أحكي طبعا. أبو حسين على الربيعي، حياك الله يا حبيبي، الله يسلمك. أنا أكثر والله،
الله يحفظك يا حبيبي. فبرنامج سوالف نشعر ان شاء الله راجع وياكم، وهذه حلقتنا ان شاء الله راح نقدر نسولف بيها احنا وياكم. للان ما حد بيكم طبعا كتب رايه او سولف او قدر الامكان عن القصائد اللي انطرحت هاي السنه في محرم، شنو اللي عجبه شنو اللي ما عجبه. ان شاء الله يا ربي نقدر نلبي اكثر طلباتكم واكثر كلامكم. الازرق ياكل ويشرب عليك، عيني بارده عليك لا تخاف. الله يحفظك يسلمك. والفاجع لروح الحزن كملها الحزن، قلت له وجد بوجار اصعد للجوابر ورد للصياغ، نذر مرياح دي دراغ لن يقتل مراد وابتدي يبلها يبلها وشاف شلون مكتوب وياه عسره وبنمتيه واللي دورته عسره وبنمتيه واللي دورته يا نخل الديري تمايلة ويلاه وين ابن الحلال وياي فيك ما تقرا تعليقي. وانا تعليقي وصعب على النشيد وين ما وين. حطني يا مضيف اولاد على الجبراي. هذا تعليقك وين ما وين. احملها ويحره ودربها بعيد وحتى يلا قريته وين ما وين. وش يسوي الحين؟ نظوري احلى مدريد. الله يحفظك يا حبيبي يا نظوري. علي الربيع شلون نسيتك يا حبيبي. برنامج سوالف نشعر كان يبث من اذاعه الفرات في بغداد. علي الربيع اللي موجود ويانا بالبث احد المخرجين اللي شارك. انا قدمت عده سنوات، استمر عده سنوات. فعلي الربيع احد المخرجين المبدعين اللي اشتغلت وياهم يعني، وايضا عده مرات يعني سجل لي قصائد بالاذاعه. فيا علاوي شلون انساك وانسى ايامك الحلوه. الله يحفظك يا حبيبي يسلمك. حبيبي ولاء برنامج شعري يعني برشلونه وريال. مصدق. السلام عليكم شلونك حبيبي. مساء الخير استاذ واثق. مساء النور والعافيه حبيبي. الله يحفظك يسلمك يا مصدق. لك وحشه. الله يسلمك ان شاء الله ما اشوف وحشه يا حبيبي. يا عمر انت. الله يسلمك حبيبي. مصدق احنا اليوم عودتنا ان شاء الله اول موضوع راح نسولف به. طبعا انت لك الحريه انه سواء تسولف بالموضوع هذا او عندك مشاركه او اي شيء ثاني. بالنسبه لما طرح هذا العام يعني من قصائد في محرم وفي صفر، شنو رايك؟ شنو اللي عجبك؟ شنو اللي ما عجبك؟ لك الحلو مو كامل، اكو ابيات حلوه واكو قصيده يعني ما احس بيها تجي كامله يعني. هو شوف احنا ما ندعي المثاليه ولا نريد حاله مثاليه، لكن احنا وصلت بينا الامور احيانا قمنا نخاف من الخطا. هاي المشكله يعني. المشكله انه احنا قمنا ننتظر القصائد الحسينيه اللي ما بيها خطا اصلا. يعني العالم تدور مثلا تدور ابداع يعني. تدور مرحله. انا برايي هالسنه كانت سنه محبطه جدا. قصائد نزلت اساءات كثيره لحنيه واساءات ايضا يعني بالشعرين خوش. فهوايه اشرنا حالات وهوايه سولفت بحالات وهوايه نشرت عن حالات وكان مثل ما تقول كان يعني مد من الاعتراضات ومد من الانتقادات، وصل حتى للحوزه، وصل حتى للمنابر، وصل. وهذه حاله ايجابيه. احنا بالنهايه نريد تقويم لهذا الطريق، ما نريد اساءات. بس أنا على ما اتذكر كان اكو في برنامج وانت كنت يعني بلجنه التحكيم تقيم النص والشعر يعني. نعم. فما فائده انه تسالني انا شخص بسيط وتعرف انه انا لازم اسالك. تعرف ليش؟ ليش استاذ؟ ارائكم كلش مهمه لنا. الله يخليك حبيبي. ولا انا يعني قلت لك وسولفت وياك الظاهر ما اعرف، فالله وياك. فيا مصدق شنو يعني رايكم، راي الناس، راي الجمهور مهم جدا. انا اقيم صح.
انا قيمت، انا سولفت بالعام وحكيت بالستوريات، ويمكن اغلب المتابعين شافوا. لكن انتم رايكم ايضا مهم، انتم شنو اللي رصدتوا؟ هذا قصدي يعني. والله بصراحة أستاذ وافق، أنا لهذه اللحظة إذا أريد أسمع قصيدة فأسمع لشاعر جابر الكاظمي. ما أعرف إذا كنت على وفاق معه أو لا. لحد أنا الآن لا شوف، انا الان ماكو بعيدا عن الوفاق، احنا الان نتكلم فنيا شعريا. انت قلت كلمه جدا جدا راقيه. خوش، الله يخليك. جدا راقيه. تقول انا للان اسمع جابر، استاذ جابر لا غبار عليه. للان انا اللي مقابلك، للان انا من اريد اسمع او اريد احس بمحرم من القصائد اللي اريد اسمعها من كتابه جابر. راح تقول لي ليش لا مو الباقين معناهم مو زينين، لا، ولا جاي اقول كل الموجودين مو زين. انا من الناس ايضا شاعر وايضا اكتب وايضا بمحرم، لكن احنا نحكي عن النوعيه، نحكي على هذه اللي بدينا نفقدها، هذه اللي نسولف عليها. فقدناها من بدينا. هسه احنا شوي نقول اكو امل ان شاء الله. حبيبي يعني مصدق، ما ادري شنو نعتبره دستور جابر. ابو علي، كل ما تسمع تستفاد انت لغويا معلوماتيا. يعني انت بساعه قلت كلمه حلوه، قلت قمنا نخاف. صراحه يعني الانسان كل ما يتطور علميا وعقيدته تكتمل يظل يخاف. لازم اكو خبايا، لازم اكو اشياء، حرص. بينما الانسان الجاهل عشاك تو يكتب ما يخاف ما يهتم. اهم شيء يطلع شيء. انا موجود بالساحه. مرض الطشه، مرض الطشه ومرض الترند ومرض اللي هو يمكن. شوف الكلام إلك والكل المتابعين، هي هاي الطامة الكبرى، اللهاث ورا الشهرة ورا الطشة ورا هاي الأمور الثانية، الترند وغيرها، هي اللي خلت الرواديد والشعراء على حد سواء يوقعون بأخطاء وأخطاء كارثية. قلت لك هاي السنة سنة إحباط. تخيل يدخل محرم ويطلع ما تنزل دمعتنا على قصيدة من القصائد، وهاي كارثة ترى، يعني كارثة. كل القصائد هسه احنا عرفنا بالأربعينية أو بقصائد الحماس والثورة يكون اللحن شوية حرك وشوية كذا وثورة وقتال لكن هالسنة من قبل محرم أصلا بدت الألحان الغناء والأغاني كوبي بيست ياخذوها ويسووها لطمية وينزلوها للناس. ليش؟ لأن الأغنية أصلا ترند، فيضطر ياخذ اللحن من عندها حتى قصيدته تصير ترند. حصلت ترند، انت حصلت مشاهدات، بس انت بالنهايه هاي وصمه عار. انت كل اللي هذا قالوا هاي اغنيه. طبعا ما نسمي وبدون اسماء، احنا نحكي عن حاله عامه. ممكن ولا بد يجي يوم تنضج وتتندم، وهاي الكارثه ما تنمحي. يعني انت عندك الخطا هسه مثلا اذا بينك وبين نفسك ممكن يتعالج بين شخص. هذا تعامل مع اهل البيت، ماكو بينك وبين نفسك. مصيبه. بس السنة إبداع أحسن من السنة اللي فاتت. ما أعرف شنو الإبداع. أنا بس قصيدة واحدة عجبتني والأداء عجبني، هي قصيدة رادود مسلم الوائلي، يمكن اسمه مسلم الوائلي أو الكعبي، ما أعرف. حلوة أنا أشوفها. أي قصيدة منها؟ شال الشهيد حسين. زين. أي إذا سامح ما أعرف. زين. المهم الآن أنت شنو عندك؟ شنو تسمعنا؟ شنو تحب تسمع؟ أسمع قصيدة وأهديها إلك. هذا الوجه البشوش. سلمك يا حبيبي مصدق. بس قبل كل شيء كتابتك؟ لا أنا متذوق يعني. ما زين. قلنا بيت شوية كتبت. ما حولت ولا خطرت أصلا. ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا، ويملكون علي الروح والجسدا. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الضامي وما وردا. الله. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجه يزيد وضوحا كلما ابتعدا، لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا.
الله 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 الله. الله لكنهم لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا. وعد الله. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيعا يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهدا. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسدا. وربما أسد تبدو وداعته، إذا رأى في الغزال العز والصيدا. الله صح. لولا الهوى يا أستاذ واثق، الله لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا الله. لكل من أورثونا الهم والكمدا. الله. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمدا. الله يا مصدق، الله يا مصدق. الله على القصيدة، الله على الاختيار، الله على الموسيقى اللي اختاريتها، الله على هذا. يعني انت غني عن التعريف مصدق. الله يحفظك، شهادة أحتز بها. لا حقيقة والله دائما يعني من الفقرات الجميلة ببرنامج سوالفنا الشعر وببث المباشر أن تكون أنت أحد فقراتها. والله شرف لك يا حبيبي. تسلم لي هاي الحنجرة. هذه القصيدة هاي لشاعر عربي اسمه تميم البرغوثي، إذا سامعني. تميم اللي اشترك بشاعر المليون. جميل. لا عرفه. مو أنا القصيدة سامعها، ليش قلت لك حاولت أستذكر علما، لكن اختيار جميل وعاشت ايدك يا مصدق يا حبيبي. الله يخلي لي هاي الحنجره هيجي. الله يحفظك. اليوم بلكي انا اكتب قصيده وتقرا لي اياها انت بصوتك، يا ريت بعد. اتشرف. واذا فصحى بعد لا شعبي، لا خليك على الشعبي. شعبي ما مجرب، يعني دائما تجيني اعمال ناس تحب تسمع صوتي يعني بشغل وهاي، فمن يجيني عمل اعتقد تقعد ويا الشعبي. يعني ما أعرف، أنا ميولي من زمان إنه باللغة، دخلت على هذا الجانب اللغة العربية، حتى تعبت نفسي بيها. جميل. الله يخليك. شكرا جزيلا لك. أنا محضر لك شيء من مسلسل يوسف. هي هاي الفقرة المعتادة. لا مو القديمة، رسالة هم مرة واحدة وصاني حلفني قال لي احفظ الرسالة. جميل. لأن الرسالة أعتقد بها هواية معاني لو نتعمق بها، يعني حتى عقائدية حتى عاطفية، يعني هواي راح نستفاد من عندها، وأكيد بصوتك تكون أجمل. يا رب إن شاء الله. أشكرك. يشبه صوت النبي يعقوب. أي نعم مصدق ما شاء الله عليه. وهسه راح يقرأ لنا رسالة النبي اللي في مسلسل يوسف طبعا. من عبد الله يعقوب إلى عزيز مصر يوزرسيف. إن الله سبحانه وتعالى لطالما ابتلى رسله وأنبياءه وذراريهم، وامتحننا بألوان المصائب والشدائد. ابتلى جدي إبراهيم بنار سعرها له النمرود، وساق عمي إسماعيل إلى المذبح وحيا إلى أبيه أن يقدمه قربانا. أما أنا فقد ابتلاني بفراق ولد الله، وقرة عيني وفلذة كبدي. الله. ذات يوم سحبوه إلى الصحراء، ثم رجعوا ومعه قميصه الملطخ بالدم. وكان لي ولد آخر هو أخو يوسف، وكنت أشم فيه رائحة ولدي يوسف، وكان عوض أخيه بلسما لجرح قلبي المفطور. جل ما أقول في كتابي هذا
أن فراق ولدي يوسف وبنيامين قد أنهك رواي وذهب بنور بصري. أسألك أن تفك قيد ولدي بنيامين فتخلصه بذلك من فجيعة الفراق. حينها سأذكرك بكل خير في دعائي وصلاتي. أما إذا أبيت علي ذلك ولم تترحم على ذلك الشيخ فلأصرخن من أعماق قلبك وتنيران الفراق، الله بحيث تحيل ألسنتها ملكك و7 أجيال من ذراريك إلى رماد، فلا يكون لك قبلا بدفعها ومجابهتها. الله. عبد الله يعقوب. موسيقى شنو انت مصدق؟ هسه ما ادري اصفق اقول الله، اقول اللهم صل على يخليك. محمد الابتسامة وعلى محمد. كافية. اللهم صل على محمد وآله. كلهن تستاهلهن، الله كلهن يخليك. تستاهلن. شكرا جزيلا لك. والله أنا اللي أشكرك أستاذ، لأن يعني فرصة محبة جميلة إنه بالقلب. أكون بجوار. الان جاي يعلقون يقولون يعني هذه الامكانيه الصوتيه انه لازم نستغلها. والله يا ريت يكون تواصل بيناتنا. ان شاء الله على الخاص نتراسل. إن شاء الله. يعني من باب انه اني اتشرف، الله يشهد، واني يعني يهمني ويعز علي، وجدا جدا 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 افرح والله العظيم. الله إن كنت بعمر ابني، وإن كنت بعمر أخوي، وإن كنت أكبر مني عمرا، وإن شاء الله دائما أكبر مني بمقاما ومقدارا. الله أتشرف بيك مهما كان. هواية تنفذ وأروح لك. الله يسلمك صديق. إن شاء الله نكون على تواصل. إن شاء الله أخوة. إن شاء الله أخوة. إن شاء الله بتسهيل الله. إذا ما كان عندك شيء فأحب يعني أضيف لك الخطاب بين النبي يعقوب، إذا ما عندك شيء. أي نعم نسمع. ما عندك مشاركة لا أو شيء؟ ما عندش. الأخوة المتابعين إذا عندهم مشاركة ويشوفوني ثقيل. لا، الأخوة المتابعين مستمتعين بفقرتك ويقولون أنه يعني تمام، وربي يحفظكم، الله يسلمكم جميعا. سهى بنت البصرة حياكم الله. عقيل الحمراني بخدمتك إن شاء الله. ورا مصدق نسمع شعر. أحمد حسن شكرا يا حبيبي. الشاب الرسالي الله يسلمكم. والله بعد هو هذا الحنجرة الجميلة إن شاء الله إحنا وياها. يقولون يا ريت خطبة السيدة زينب. ما أدري، يمكن قرأت من عندها مرة من واحدة من الحلقات. لا، قرأت خطبة الإمام سجاد عليه السلام. أما خطبة السيدة زينب فكنت أعتقد يعني قبل 9 سنوات كان صوتي شوية باختلاف بمجال. شوية نعومة ممكن. أنت قد عمرك الآن مصدق؟ أنا 29 خريف. 29 شايب. شايبي. سوي كويس. وانا اعتقد انه خطبه السيد هيك شيء رايي ما اعرف، اتصور بصوت نسائي تكون معبره اكثر. طبعا صوت نسائي يميل للقوه ويميل للراي الشخصي، ما اعرف. لا، هو هذا صحيح، يميل للقوه اكيد. فشنو الفقره اللي عندك تسمعنا اياها حتى يا الله. السلام على يعقوب النبي، ملك الوحي، رسول السماء، مرحبا بك. هل ترى ما الذي يعانيه جراء غيبة ولدي يوسف؟ هل ترى كيف أصبحت عاجزا لا حيلة لدي؟ فما الذي خلق يوسف ورباه صغيرا يا يعقوب؟ إله الخلائق ورب العالمين جميعا. أفهذا عهدنا بك بفراق ولد ولك سواه 11 خلفا يا يعقوب؟ الله. لا أحد منهم يعود علي فراق يوسف، فهو لا نظير له، وحده الله من لا مثيل له. ويوسف ابني مرآة تجلي الله سبحانه وتعالى. كنت حينما أنظر في وجهه يتجلى لي جمال الخالق. ليس كل العاشقين يفهمون ما تفهم يا يعقوب. وأسفا على ولد بنيامين
أين ذهبتم بأخيكم لاوي؟ والله لم يأكل ولد يوسف الذئب. ماذا فعلتم به يا أولادي؟ ماذا فعلتم به يا أولادي؟ ماذا بعد هذا العشق يا يعقوب؟ الله. هذا هو ولدك يوسف، قد عاد إليك بعد جفاء طويل. إنها حكمة الله يا يعقوب. كلنا ننتظر هذا القميص الذي أعاد نظر يعقوب إليه. نتمنى ونرجو أن يظهر إمام زماننا فيظهر الخير معه. إنها حقا دنيا قاسية، دنيا تميل إلى الظلام أكثر من النور، كما قال المختار الثقفي. الله. هذه الدنيا رغم جمالها وروعتها ستنتهي في يوم ما، وهذه الجبال ستكون دكا. شكرا لك مرة أخرى أيها الأستاذ الواثق. الله يا مصدق. شوف بقمة هذه المشاعر اللي جاي يعيشها، وكل الناس طبعا جاي يعلقون ويقولون مفروض تشارك بالتمثيل الإسلامي ومسلسلات وكل التعاليق. إن شاء الله سأحاول أرجع. والله ما تخيلت هذه الحنجرة إلا على حوار ما بين علي الأكبر عليه السلام والإمام الحسين. الله. خصوصا بلحظة اللي قال له ألسنا على الحق. يعني يا ريت هذه الفقرة أطلبها طلب أخوي من عندك في الحلقات الجاية. تأمرني أمر. وأخوه إذا جاهزة بعد يعني يكون هذا، بس أنا ما أريد أضغط عليك أكثر، ما أريد كذا. أضبطها إن شاء الله، أضبطها توعدنا إن شاء الله بالحلقة الجاية. ما أدري أخذتني هواية، أخذتني إلى سلام الله على علي الأكبر والإمام الحسين، هواية أخذتني لهذا الموقف. الله يوفقك، الله ينور دربك. أنا ما أعدك، لأن قلت قبل قليل الحر حتى إذا ما لم يعد وعد. سأكون من الله أكبر. الله أكبر. في أمان الله. أنا الله يكرم حبيبي مصدق. ألف سلامة يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شرفتني. يعني تحس أنه ثمرة حلوة، رغم أنه مصدق ما محتاجني ولا محتاج البث المباشر ولا محتاج البرنامج. مصدق يعني موهبة قائمة بذاتها، وموهبة واصلة للاحتراف، وصوته ما شاء الله يعني اللي أدري بيه أنا مشترك ومتفاعل وكذا. لكن مكسب إلي أنا، مكسب لهذا البث، مكسب لهذا البرنامج، برنامج سوالفنا شعر، أنه أسمع هذه ويعيشني بهاي الحالة، يمكن كلكم عشتوها وياي. يا ربي يحفظك يا مصدق. ما أدري البث شاركونا بما أعرف. أنا هذا لحد الآن قلت لكم عدة مرات، التيك توك لحد الآن يعني ما جاي أعرف، يعني نوعا ما جاي أتعلم شوية. فإعجاباتكم مشاركاتكم كلها يمكن تسهم يعني إيصال البرنامج لأكبر جمهور وأكثر ناس. دعوة للكل، دعوة حب، دعوة محبة، كل اللي عنده موهبة، كل اللي عنده إمكانية كتابة شعرية، يعني أيضا تدزوا للبث أو تدزوا للبرنامج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمين الخفاجي. لأن ما أدش كثير لايف من كذي ما تتعلم. ممكن صح، وتركت هاي الفترة. أنا راح أعيد أحاول التعليقات اللي أقدر أقرأ حتى ما حد يزعل علينا، لأن جاي تمر التعليقات وكان مصدق يقرأ وما أريد أقطع عليه. عقيل الحمراني السلام عليكم. الأنيق السلام عليكم السلام جميعا. إحنا من قبل الفيس وربع بغير ترندك نهوى حسين أمير حبيبي. إيه والله من زمان من كانوا البعثية لعنة الله عليهم. الشاب الرسالي تحياتنا. نريد نسمع شعر أبو حمودي ما شاء الله، ما ربي يحفظكم أستاذ، الله يخليكم. أبو أحمد هم نشوفك ببرنامج شعر شعبي. والله
يعني حتى بالأربعينية عرض علي تقديم بث مباشر لمدة 10 أيام، لكن يعني قضية العملية اللي أجريتها خارج العراق وكذا. ولا آرت ما شاء الله عليه، فنان منور. أبو حمودي حبيبي علي الموسى وأستاذ حسن العيساوي، تحياتنا ابن العم. أبو أحمد بيك البركة. يا ريت خطبة السيدة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ أحمد تكتب غزل؟ أنا أبو أحمد ماكو شاعر ما يكتب غزل، لكن شنو الغزل؟ إيه هنا النقاش. أستاذ وافق على قولة عباس، مساء الخير والعافية، مساء الورد. ما شاء الله. أبو أحمد الطيب حبيبي الله يسلمك، صوته ما ينمل، كل سنة تزيد الهمة، نسوي للعالم صدمة. خادم والله، خادم بس. حلو الله يوفقه. أبو أحمد العزيز حلو الله يوفقه. ممكن حسابه؟ والله حسابه موجود. حبيبي حياك الله. أبو أحمد النجفي الأصيل الله يسلمك ما شاء الله. الشاب الرسالي الغالي، مشتاقين وصحة وعافية. الحبيب حسين علي حياك الله. الله بالخير. شاعرنا الحلو الطيب شعب البحرين، حياكم الله. أهلنا وناسنا الطيبين بالبحرين، كل شعراء وخدام الحسين، ربي يحفظكم. السلام عليكم. أستاذ واثق حياك الله. يا باقر شلونها صحتك يا سمين الخفاجي؟ الله يسلمكم. لا تنسون الحلقة مستمرة، وإحنا نحاول أن نسلط الضوء على القصائد اللي هالسنة. يعني آراءكم، كل اللي عنده رأي خليه يحكي بكل صراحة. خلينا نشوف جاري الكتابة. جاري الكتابة ما يدري. اللي يحب عند حبيبي أبو علي، شو وقت تجي كربلاء؟ أنا أجي كربلاء الفجر، أزور وأرجع حتى ما حد يدري فيه. فإن شاء الله يا ربي من يصير عندنا فراغ أتشرف بيك يا أبو علي. أبو كميل كرار حسين، أنا ما أروح يمه خوش ولا أريده أصلا. كلكم خير وبركة أبو علي، الله يحفظك. تسلم لي. نسمع شي عقيل قال نسمع شي، نسمع بالله. أبو حيدر. على شوقي ونفس جفن اليتاني، أحن وللزعل ما منطلزمه بموت. خليج والكشخ الديوان غير زمرة مطي عيالي. وكلا يا جمر أمنية يقلبه القضاء في قربة بالريحة كانت مثقلة. أطفالك الباكون، أطفالك الباكين مذ وعدتهم أحلامهم ظلت إليك مؤجلة. أنت الذي حتما أشبهه به. أنت الذي حتما أشبهه به. ما أن ضربت عن الأخوة أمثلة، الكل منهمك بوصفك. منذ أن أثنى عليك الستر يشكر كافلة، قاتلت حتى قال أشجعهم كفى، والسيف لم يبقي الحديث قائلا. من قال أن بموتك الأمر انقضى؟ من قال أن بموتك الأمر انقضى؟ الموت للشجعان أول مرحلة. الله الله من قال أن بموتك الله يا أبو حيدر. سمعنا شيء منك إن شاء الله بعدنا في بداية البث. أنا هواية قاري وهواية أحب وأتمنى أسمع منكم آراءكم. أحب أتمنى تكتبوا لي شنو أعجبكم هالسنة، وشنو ما عجبكم، شنو ملاحظاتكم. مثنى الحبيب الطيب ابن العم حياك الله يا حبيب، الله يسلمك ويحفظك.
أهلا وسهلا بيك وبكل الأخوان اللي اشتركوا ويانا ودخلوا ويانا بالبث. ونرجع نكرر نقول برنامج سوالفنا شعر إن شاء الله راجع لكم إن شاء الله على الموعد. احنا كل جمعة إن شاء الله هذا الموعد ثابت، لكن نحاول إذا تصادف مناسبة أو تصادف كذا إن شاء الله تكون بالأسبوع حلقتين أو أكثر. هذا كله يعتمد على تفاعلكم، يعتمد على طلباتكم. احنا نقول دائما نقول الشاعر أو الرادود خصوصا من يصعد منصة أو يطلع ببرنامج يمكن كل تفاعله وكل نشاطه وكل هذا يستمده وياخذه من الجمهور ومن الناس. أكيد طبعا سلبا وإيجابا، يعني احنا ما ندعي المثالية. اكو شيء سلبي مو مشكلة، اكو شيء إيجابي أيضا مو مشكلة. سمعنا ممكن انت حلوة، انت حلوة كون ألقيها إن شاء الله. خلينا نشوف. انت حلوة القصيدة كتبت لمدينة النجف. نعم، هو غزل من ساعة أحد الأخوان يسألني أنه تكتب غزل. هو غزل من نوع آخر طبعا، أنه تتغزل بمدينتك والمدينة اللي كبرنا وربينا وترعرعنا بيها. إن شاء الله يا رب نلقيها. مهند حبيبي، مهند كل الهلا. وين اي نعم. هي كتبت قصيدتين او 3 أو 4 للنجف. واحدة من عندهم أمثل النجف وأنا مسافر عنها، وأنا فأقول بعدني على الحدود ودمعي ينزل شوق، ودموع اللي يحب سر بيها وحكاية. جبت ضحكة بجنطتي للنجف تشتاق، والقبة عليها الروح عناية. جبت حسرة قلب بحزانة صار سنين، وسوالف ليل بعدك جايب وياي. شوارعهم كبيرة بس كنت مخنوق، وحست نفست بعقود الولاية. ليل بالنجف يختلف عن الليل، بيشوق وعشق وسوالف هواية. بالمشراق شم ريحة الطيبين، وبسوق الحويش الروح والغاية. بالبراق اليطب يلقي الكرم والطيب، والعمارة بفخرها الذوب الحجاية. ويلمسوق الكبير قلوب كل الناس، وتظل أهل النجف للخدمة وفاية. الخدمة بكل مكان أعترف أنا بهاي، بس دوم النجف متصدرة بالراية. وانت حلوة، انت حلوة هواي حلوة، هيج والله من الله حلوة. وانا منزغر بمحبتك مبتلي ويه لي بلوة. كلهم يقولون عنك انت ما تسوين، وانا اصرخ عليهم والله تسوى. عيونك تضيع بحر، ليلك يحل السهر. جفوفك تشرب نهر. وأنا شاعر عندي معنى الحب قصيدة تنكتب مثل القدر. وأنا شاعر عندي طعم النثية شوغة، وسولة العاشق سمر. الشوق لو ما بي عذاب ودمعة وسوالف غريبة، ينتهي بلايا أثر. ولو ضحكتي الشوارع تلبس الدنيا ورد. ولو ذكرت اسمك على النسوان توقف تستعد. حضنك بطعم أمي كان يترس الدنيا حنان، يترس الشارع أمان. ومن نبوس الراس عيونك تضيع بست حسرتي، ويخدر ويانا المكان. انت خلطة بشر معجون ويجان، انت سالوفة نسم، انت حرز وطلسم. اشتهيتي قلادة مني واني لميت النجم. ردت محبس يخفى ما بين الأصابع،
ليش الدر مزدحم. ولسه أذكر كنا نتواعد وروح برجلي طير، بقلبي كم بيت وقصيدة، ومن أشوفك أنسى كل شي، أنسى كل شي، وارتبك وارتجف، وارتبك وارجف هو بوجه السعف. كني مو ذاك القضى 30 من عمره، وقصص ياما عرف، وكني مو شاعر شفت حلوات غيرك، والقلب ليه النزف. اوف يا شعرك الاسود، كم قلب بيه انخطف، واوف يا خسرتش مناره ودايره يدور الشرف، واه يا طولك حضاره وبيه كم سر انكشف. هذا من السما معجون ببياضك وبحلاتك، انت يا اجمل حبيبه يا نجف، انت يا اجمل حبيبه يا نجف. هاي قصيدة انت حلوه. نعم، انت مو شاعر حسيني، شلون تقرا غزل؟ صار لي ساعه اسولف واقول قصيده عن النجف، ما اعرف. عموما شو تسوي؟ شنو رايك بالروادد الجدد؟ والله انا اريد اسمع رايكم انتم. انتم شنو رايكم؟ فاللي عنده راي واللي عنده كلام كله عليه عنا وعلى راسنا، نتشرف به نسمعه. ويا ريت نشوف من عندنا طلب صعود الرادود ظافر آل بفريحة. ظاهر موجود؟ احمد حبيبي، السلام عليكم. حيهم ولا ابو احمد؟ عليكم شاعرنا الغالي، السلام. هلا بالحبيب ظافر العفو. شلونك شاعرنا الحبيب ابو احمد؟ ظافر لو مشتاقين، ظاهر؟ منور الدنيا حبيب قلبي. لا ظافر حبيبي نورك ظافر آل بفريحة ظافر. الياسر. انعم واكرم، انعم واكرم والله من ابو ياسر. شلونك يا حبيب قلبي؟ شلون من ابو صحتك؟ فريحة اخبارك امورك؟ السادة انا الياسرية. ابن خالصي الله يسلمك يا حبيب قلبي، النور نورك يا حبيب قلبي. انا ابن خال سيد مهدي آل بفريحة اكيد سيد الياسر. مهدي، يعني اكيد سيد مهدي بالموضوع لازم. تحياتنا شلونك شاعرنا له. الحبيب؟ الله يسلمك يا حبيب قلبي. ستار شلون حبيب ان شاء احوالك؟ الله ورا شلونكم؟ ظافر، ان شاء الله خليك موجود ان شاء الله تصعد يا حبيبي. ظافر شلونك حبيب شلونك قلبي يا ابو شو احمد؟ اخبارك؟ مشتاقين. الله يحفظك شلون صحتك؟ ويسلمك. اخبارك سولف امورك؟ لي هسه، ايش سمعت ما سمعت؟ والله كلك ابداع، وكلك قلق، وكلك مشاعر، وكلك حنيه، وكلك عفويه بعد قلبي انت. ظافر سولف لي، شنو حبيبي ابو احمد، عجبك؟ شنو ظل ببالك؟ شنو ما عجبك؟ شنو حالك؟ انا انا كلك بما انت تعجبني بكل انا شيء، ما احكي عن لان نفسي انت بس مبدع. فدوى اروح لك، انا احكي عن حاله عامه. يعني هو قصائد محرم وصفر، عوف واثق طلع من الخطه. انا رجال مو شاعر، بعدني مبتدئ، بس سمعني. شنو ظل ببالك؟ شنو عجبك او شنو ما عجبك؟ احنا بالنهايه هذا النقاش اني ممكن يفيدني ويفيد المستمعين ويفيد الناس اللي موجوده. والله يا ابو احمد، والله يا ابو احمد، انت شوف الشارع الحسيني هسه، انتم شعرائنا لكم ثقلكم بالشارع الحسيني. احسنت. زين، يعني بالاخص انت من مدينتنا، ابن النجف الاشرف. يعني فدوى اروح لك انا يعني انت صغير. من تطلع بقصايدك الناس لا ان شاء الله كبير بعطاك الحسين وابداعك، العلوي المحمد ان شاء الله، الفاطمي الحسيني حبيب الزينبي يا حبيب قلبي انت. زين، حبيب. يلا انت سمعنا شيء. بس ملا ابو عباس، بس ملا ابو عباس ماخذ منك، بس ملا ابو عباس ماخذ منك وطر. يعني بس ملا ابو عباس ملا قحطان ماخذ منك وطر. شنو بالشجن وبالحزن؟ حيدر الحسيني الفتلاوي، ماخذ منك خليك وطر حيدر يعني. الفتلاوي، لا تروح، خليك حيدر. ظافر حبيبي، شكرا جزيلا لك. ايش راح تسمعنا وشو محضر لنا؟ ولا تقول لي ما محضر. ظافر تسمعني؟ يلا ايش راح تسمعنا؟ نسمع. انعم واكرم والله.
زين، انت الك الحريه، شنو تريد تحب، شنو تريد تقدم، اسمعك. انا هاي. الله وانا حي. مم. مم. واويلا. ويلا. ظافر تسمعني؟ يقولون ماكو صوت، ما ادري بالبث يقولون ماكو صوت، ابو عبد الله الياسري وكل المشاركين. انا جاي اسمعه واضح، ليش ماكو صوت؟ عجيب. ظافر تقدر تنزل وتصعد لي مرة ثانية؟ يلا يلا. عفوا 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 عفوا، ثواني بس، ثواني. ستار. ظافر حاول تطلع فد مرة من البث، اطلع من البث فد مرة، حاول ولو زحمة عليك. اي والله. لا لا، بعدك موجود، وين طالع؟ اطلع نهائيا، اطلع. اي بعدين نسوي لك استضافة ثانية. عليكم. اي عاشت ايدك. ستار السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي. عليكم السلام حبيبي سيدنا، شلونك؟ الله يحفظك يسلمك. طبعا والله جدا آسف أنا. ما صار شيء حبيبي، كل شيء ما صار ان شاء الله. نسيبك يا حج حبيبي. محمد البديري، حج محمد البديري والله على راسي، والحسين انت وتعليقاتك، لكن انا من يسولفون خدام الحسين اللي صاعدين وياي ما اقدر اقطع كلامهم، ولا انت تعليقك وانت كلك على راسي، واتشرف بك انت وكل الموجودين. عفو سيدنا. نعم اسمعك. الحمد لله عزيزي، طبعا جدا أعتذر منك والله. حبيبي ما صار شيء، تعدى الموضوع راح بعد. ما ادري هذا اليوم ايش بيه، انحسد. والله
سمعك قعدية. ستار انت من وين؟ خادمة كان من طويري. انعم واكرم. السادة آل بوهدمة. والنعم والله، والنعم السادة آل بوهدمة لهم موقف وياي شخصيا، او مواقف، مو موقف واحد بس اسولفه على السريع لان هذا حق وواجب لازم اذكره. في زمن ذاك الملعون الطاغية لعنة الله عليه، من كنا نروح نعم. مشاية في زمن صدام. تدري انت يا مواليد؟ أنا مواليد 99. اي ما ادري، ما لحقت اكيد. نروح على الجدول ونروح على الريف ونطلع على الصحراء ونطلع على مكانات خوفا من البعثية واعتقالات البعثية. فالسادة كان مضيفهم دائما مفتوح ويتحملون الخطر ويتحملون الأذية من أجل زوار الحسين. يا رب إن شاء الله الشكر والهذا من الزهراء، لكن هذا حق لهم لازم نذكره. تشرفنا بك يا سيد. تسمعني سيدنا؟ الو، اسمعك. اقول لك ابو سيده كان انت تاجاس. استغفر الله، معنى استغفر الكلمة. الله، استغفر الله. انا ابو سيدكم، استغفر الله سيدنا. خادم كاتب لابو عباس للحسين 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 كاتبين ان شاء الله كل احنا وانت تقرا للحسين شنو نصيحتك للرادود الجديد؟ هسه اول مره سمعني خوش. ولو أوذية والناس الموجودة كلها راح هم مو تطرئيها كإعطاء رأي، لا بس كمشاركة حلوة. يقولوا لك الله، يقولوا لك كذا، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق سيدنا. الله يحفظكم. بسم الله نبدي. بسم تريد الله. أبوذية، تريد مستهل، أنت بكيفك. راح أقرأ لك قعدية. يا ريت. أحد المعلقين من ساعة من الأخوة الحاضرين يقول أنا أحب التراث النجفي. يلا اجت على نيتك بعد. هاي داري هاي الله 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 الله. نعيم البغدادي شمل الحسين عليه وعلى حالي العقيلة ناشدوها. الله 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 الله. لا خيام وتلوذ بيها. الله. لا زليم وتحن عليها. الله. شلون بامري اليتامى حيروها. هاي داري النوايب عتبوها. صيحوا بالله وياي صيحوا يا هل دار الله اكبر. ايش صار باهليك خبرينا، ويا فلك وضعه تغير، ويا مصيبة مردت قلبي وثرت حسرات أكثر. بالدميع خطت لي صور، وتصورت كل ما سدار. شاهديت محنية ظهر، وبمصايبها تعثر.
الله. والنظام هالدهر شيطح بديها يا الله الله. غيرنا اخوات قرايب هوليها يا العلي والله تجي لك تل على العقيلة تصيح وين اخوتي وما يجاوبوها بسلامة الله. احسنت احسنت. اخذ هيك ثواني منك هاشم البطاط، شكرا جزيلا. العشق المهدوي استاذ واثق. انا رادود مو معلق من الديوانيه، رادود معلق مشارك على عينه وعلى راسي خادم الحسين، اتشرف بك، بس لان ما كاتب اسمك سيد مشعل تحياتنا لك يا اخوي الله يحفظك. العشق المهدوي يعني ما كاتب اسمك الصريح، فاني اسف اعتذر جدا. ابو عبد الله الياسري والله ان شاء الله احنا قدر الامكان بخدمتهم. ستار سيد ستار، وانا خادمكم وانا اصغركم. الاستعجال تقول شنو نصائحك؟ انا مو ناصح ولا والله من احكين محبه، مو من باب استاذ ونصائح وانا افضل ابدا، لا والله انا اقلهم، وهذا الواقع اللي يعرفونه المقربين من عندي. عمري ما كنت بباب المنظر او لا بس اسولفهن بمحبه، اسولفهن بحرقه قلب، بحرقه دم. تعلم على الحسين، على خط الحسين، على كذا. وانا اول المقصرين واكثر الخطائين بهذا الطريق، يعني انا ما جاي ابرئ نفسي. الاستعجال للشاعر والرادود مو حلو. يعني رادود يركض ورا الرواديد المعروفين حتى يطلع وياهم بفيديو او يصور وياهم، او رادود مقضيها مثلا بس على المواقع التواصل لايفات ولايكات ويهمه ايش قد مشاهدات. رادود مثلا، انا اقصد الشباب طبعا، رواديدنا اللي يستوهم طلعوا الشباب. رادود حاير بالفلاتر وحاير بالما اعرف ايش، وحاير لا يهتم بلحنه، لا يهتم بكلماته، لا يهتم بالاختيار، لا يهتم بالتحضير، لا يهتم بالكذا. الترند ما يفيدك، الشهرة ما تفيدك، اللي يطقون وياك صور هواية محبة حاول لا تخليها تأثر عليك وتأثر عليك وتعتبر نفسك أنت في شيء مميز. لا، الحسين مميزك فقط. إذا الحسين سحب من عندك هذا الشيء الله وياك، كل احنا الله ويانا، كل احنا الله ويانا. فيطقون وياك صور، يعرفونك ومدري وين تطلع بتلفزيون والناس مدري شنو، كله لا يأثر بيك. اتعب على نفسك، يعني اتمرن يومية، اسمع التراث، اسمع الجديد النظيف، الجديد الصح. خلي علاقتك بالحسين قوية، سولف ويا الحسين وشوف ايش راح يعطيك عجب عجاب ما متخيلة. تروح في مجلس بث مباشر والحضور آلاف وانت فرحان، تصعد تخفق بالقصيدة. تروح تقعد في بيت مال فقرة تقرأ قصيدة والناس تبكي عليها ويصوروك بموبايل، سبحان الله هذا مقطع الموبايل صوروك اياه ببيت مال فقراء، يصير هو سبب توفيقك، وهو سبب الناس تقوم تدعيك. شوف ايش قد فرق. شوف حبيبي، اي والله صح. تعب على نفسك، امكانيه حلوه وصوت حلو. شكرا جزيلا، تعبناك. لا استاذنا، بس انا اليوم جاي اقلب بالقصايد فشفت قصيده تقول لي يا الميمون. زين. فبالاستقبال وحدي، حتى اهلي ما موجودين طالعين للزياره. فوالله قرأت القصيده يعني احس انه انا بالطف، الله شاهد اخذتني الدموع فقط واحد. اي والله. هذا كله مفخور يعني احس اشتياقي للحسين، يعني للعلم اني قصرت ويا الحسين وزليت، بس بعدين رجعت. كلنا مقصرين. اي والله.
كلنا مقصرين. موفق إن شاء الله يا حبيبي سيدنا، موفق. شكرا جزيلا. أطلب طلب منك. بعيوني، تأمر أمر. أريد رقم تليفونك إذا تقدر تعطيني إياه، أريد أتواصل وياك. بعيون إن شاء الله على الخاص خادم الدلع. اي والله استاذنا الحبيب. شكرا يا حبيبي، حياك الله سيدنا الحبيب. راسي ابو سيده كان عمري. لا استغفر الله استغفر الله. حيدر حيدر الفتلاوي ابو الدارميات، وينك؟ تعال حيدر، دزيت لك دعوه وردك تصعد. خلي اقرا تعليقات حبايبنا لا يزعلون علينا. احمد العكراوي، مساء الورد حبيبي بنين الموسى وحياكم الله. شلونك استاذ واثق؟ شم الحسين الله يسلمكم. مساء الورد، حياك الله ابو احمد. ليل ودمع الله يسلمك. استاذ واثق انا رادود، حياك الله. يا ريت تستمر هناك. هواي شباب والله العظيم انا خادم دوم خادم. استاذ واثق اتمنى يصعد ملا قحطان وياك. والله ملا قحطان وين القيه؟ حليو صوته ما شاء الله. سيد مشعل الله يحفظك يسلمك. حج محمد البديري اطلبك، انا عيوني الك. السلام عليكم ابو هاشم. عليكم السلام. السلام عليكم شاعرنا الاصيل حوراء، حياكم الله. عليكم السلام. محمد كلك ضوء ابو احمد حبيبي، ضوءك لو تدري قد فرحت من شفتك. شكرا جزيلا. اكو يبحثون عن ترنداتي ما شاء الله. صلاح الحسناوي، حيدر ترى داز لك طلب، شو وقت تقبله؟ الشاعر حسين عباس. الحسين يشوف كلش كافي هو طبعا. ابو عبد الله هذا الكلام الصحيح، الله يحفظك يسلمك. حيدر نضال تقول استاذ من الشعراء والادباء اللي تاثرت بيهم وليش؟ يعني احنا بدايه عمرنا، بدايه استماعنا للقصائد، احنا بدينا نسمع القصائد القديمه اللي هي قل لي يا الميمون يا حسين بضمايرنا، هذه مدرسة حيدر، قصائد التراثية، فأكيد تأثرنا بها يعني بدون شك. بعد ما شوية وعينا وكبرنا وكذا، بعد قصائد سيد سعيد الصافي، قصائد جابر الكاظمي، أكيد تأثرنا وتأثر رائع وللآن الأثر بينا. حيدر الحبيب، السلام عليكم. أبو محمود الذهب الجميل، شاعر المبدع أبو أحمد، القامة الأدبية المهمة، النجف المهم. مجاملات، لا قامة أدبية ولا نجف ولا مهم. الله شاهد ما أجاملك. فقير، كلش فقير. أنت أستاذنا وأقل شاعر. والله العظيم الله إلي شرف طبعا أنه أكون وياك. حيدر الحبيب. حيدر بس خلي أسولف عنه شوية. حيدر من شعرائنا، من شعراء النجف، من المشخاف تحديدا. يعني الله يسلمك. ما أريد أمدحه هواي، بس هواية إنسان طيب، هواية يعني رغم معرفتي القريبة بما صار أشهر وبالصدفة الله يسلمك صرنا نداوم في نفس المكان، لكن من يقرأ لي شعر حيدر العراقي تيسير. ممكن سؤال؟ والله يا عمري خدمتك، بس أنا جاي أسولف ومسترسل. خدمتكم على الصالح على راسي يا حبيبي. فحيدر من يقرأ لي شعر ياخذني وياه، يسحبني وياه، متميز متفرد بلون جميل جدا. يمكن راح تتفاجئون، انا احس ما يشبه بيئته، ما يشبه بيئته، مو يعني مو معنى البيئه، لا بيئه المشخاف، بيئه ريفيه، الكتابه بها لون معين، هو اصلا متمرد حتى على بيئته. راح نسمع ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. نشوف من حيدر. احنا بحضرة الكبير ما نقدر ابو احمد. لك كل الاختيار والله. انت لك لا احنا اليوم ابو احمد بعيدا عن الشعر، والله احنا ما دام اريد استثمر وجودك للجمهور وهاي اطلالتك، لان وقتك انت يعني كلش مهم، واعرف التزاماتك سواء بالدوام سواء خارج الدوام. ابو احمد اليوم احنا نريد نناقش فد حاله مهمه، هذا محرم الحرام. هواي صارت تجاوزات بقصد او بدون قصد، سواء على القصيده المنبريه او على المنصه، سواء بالرد، سواء على هواي امور. انت اليوم صاحب منبر حر، وحسين مهم، والك صوتك، والك جمهورك الخاص، فشلون نتخلص من هاي الظاهره؟
اليوم يتابعوك هواي رواديد، هواي خدمة الحسين، شعراء، ادباء، كتاب، كل من مكانه. فاحنا لازم شويه نقلل من هاي الظاهره الخطيره اللي جاي تاثر بالمجتمع وتاثر باجيالنا وشبابنا. واليوم التيك توك واي منصه سواء على مواقع التواصل كله لازم نستغل النساء، البنات، كله نستغل. فاحنا يا ابو احمد بعيدا عن الشعر، انا اريد استغل مثل وقتك تنوهنا شويه او فد شنو اللي نقدر نغير بيه. صراحه وانت انسان يعني مسؤول عن رعيته. انا بحكم احتكاكي بيك يعني صح هي فتره قليله، بس انا اعرف انه استاذ واثق، جامع المنبري وجامع المنصه تاج راس، وعنده ملاحظه بعدين اقول لك بها راح تفاجئك، يعني له راي خاص بيك. اتمنى تكتب الكل الرواديد، مو فقط للملا الحبيب ابو عباس. اتمنى نستثمرك باكثر من صوت. الثقل كان على قحطان. انا كاتب لكل الرواديد، يعني هسه اي اسم الطرحه شرفت وكتبت. لو اني خادم يعني اي اسم الطرحه انا شرفت وكتبت له. ما ادري يمكن انقطع عندك الاتصال او تسمعني ما اعرف. حيدر هوايه اثار موضوع مهم جدا، انه احنا شلون نقدر نغير. كل احنا نقدر نغير، اني والموجودين وهو حيدر، كل احنا بكلمه بموقف، بستوري، ببث مباشر. اعتقد حيدر انفصل عند النت اعتقد. المهم ان شاء الله يسمعني، والحلقه ان شاء الله تنزل يوتيوب. هذا الاسبوع اتصلوا بي 2 من رواديدنا الاعزاء. اليوم واحد من عندهم اليوم هذا جزء من التغيير انا اعتبره كشاعر. الان احكي ثقوا بالله، اول ما فتح موضوع انه عندنا تعامل جديد، عندنا قصائد جديده، طبعا بدون ذكر اسماء رواديدنا وخدام الحسين ومعروفين واسماء معروفه وموفقين ان شاء الله. كانت اول كلمه الي لهم، اول كلمه انه اللحن لا غنائي ولا ماخوذ من اغنيه، بحيث واحد من عندهم مو عراقي اصلا انصدم، قال شنو صاير ابو احمد؟ قلت له شنو صاير؟ قلت له شوفوا قصائدكم اللي نزلت. طبعا انا ما قصده هو، اقصد كرواديد اتكلم. القصيده الفلانيه، القصيده الفلانيه، القصيده الفلانيه، اغاني نصا، اغاني كوبي بيست، وما استثني واحد، لا حد يقول لي تستثني لا 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 لا، انا اتكلم عن الجميع. اللي ياخذ لحن غنائي، لو ابوي الله يرحمه يرجع للحياه وياخذ لحن اغنيه ويسويها قصيده، ما اسكت عنه. ابوي مو رادود، كائنا من كان، مهما كان اسمه، مهما كان جمهوره. الحسين احظ منه، والحسين اكبر منه ومن جمهوره، والحسين اهم منه ومن جمهوره. الكل خلي يسمع هذا الكلام. ياخذ لحن اغنيه ويسويها قصيده، ما مقبول ابدا. هسه لحنه هو بنوعا ما خفه بها، هذا ما انا ما اقدر ادخل في نواياه، وما اقدر اعرف شنو نواياه، لا حد الله بينه وبين هذا الموضوع. بس موضوعي واضح دقيق جدا حتى ما حد يحور كلامي. اغنيه تنوخذ تحول لي اياها قصيده تلطم الناس عليها، اسف حبيبي استاذ حيدر. يمكن سمعت كلامي، جاي اقول انه اتصلوا علي 2 رواديد واسماء معروفه واتشرف بهم، اخوتي وتاج راسي قدام الحسين. كان اول، حتى اعيد لك الكلام حتى تسمعه، كان اول كلمه لهم انه اللحن مو غنائي، اللحن مو مال اغنيه. قالوا لا حد الله، لا مال اغنيه ولا كذا، والحمد لله. هذه بدايه تغيير. ثانيا حيدر هوايه عجبني بكلمه، قال انت كذا. انا اعتقد الشاعر اللي ينقد هاي الحاله السلبيه وهو ما زال مع الرادود، يعني مثلا حيدر الفتلاوي الرادود مالتي اللي متعامل وياه صار لي 20 سنه، وبعدني جاي اكتب له، ماكو خلاف بينه وبينه وماكو زعل بينه وبينه، خوش،
ويخطأ حيدر وأنا أوقف بوجهه أفضل وأصح مما أنا أنقده وأحكي عليه وأكو خلاف بيني وبينه، أكو زعل بيني وبينه، أكو تصفية حسابات بيني وبينه. فاهميني؟ فمن أنقد الرواديد أنا بعدني جاي أكتب لهم وجاي أنقدهم، ما عندي خلافات وياهم. أنا بعدني جاي أكتب لهم وجاي أنقدهم، لأن لو عندي خلافات الكل راح يقول لي إيه أنت لين مختلف وياهم جاي تنقدهم. هو هذا الواقع. لا أنا جاي أكتب لهم وجاي أحكي عليهم، أحكي العفو حتى تفهمون كلامي، أحكي على المسيء، أحكي على اللي يجيب أغنية ويسويها قصيدة. فطبعا عليكم السلام لكل اللي قالوا السلام عليكم، تاج راسي كلكم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اكو ابتعاد عن التراث مع الأسف، صحيح. الشاعر، بس الشاعر يا ريت تكتبون أسماءكم الصريحة الحلوة الجميلة حتى أقدر أخاطبكم وأسولف وياكم، مثل أخويا من ساعة اللي قال أنا رادود. يعني ضروري. هناك مشكلة فقط اللحن، أكو مشكلة مو فقط اللحن، أكو مشكلة بالشعراء، سواء كان المنبري أو شاعر المنصة يكتب أشياء مو يم الحسين ألف صح وألف أحسنت. هو هذا اللي جاي نحكي، وأنا أول المخطئين، وأنا أول الناس اللي يقولوا لي يابا واثق أبو أحمد ترى هاي عندك غلط. أقسم بالله وعزة وشرف الحسين وعزة وشرف زينب من أصعد مرة ثانية حاذف هذا الخطأ، حاذف هذا البيت، حاذف هذا الإشكال. ليش؟ من حرصي أولا على نفسي وعلى اسمي، ثانيا على خط وخدمة الحسين. ما يصير. ملا مالك الحسناوي الحبيب حياك الله. مصطفى عباس، مصطفى عباس ترى الملا باسم قصائد حبيت وحباني قبل ما تسمع حتى عينك تدمع. يعني مبالغ بالتعبير دي يصير ولا اي نعم. حمزة علي عليكم السلام يا حبيبي حياك الله. عليكم السلام. ملا مالك مشتاقين شاعرنا الكبير. والله مو كبير أنا مصمم. عليكم السلام. عبود حياك الله يا حبيبي. علي طاهر حياك الله حبيبي. علي علاوي الحبيب. آسف يعني أنا أقول عليكم السلام جميعا وإن شاء الله كلكم مشمولين. الحج محمد الله يرزقنا زيارة يا الله آمين إن شاء الله. فهذا الموضوع يا حبايبي، هذا الرادود حازم النافع حياك الله حبيبي أنت النقي يا قلبي. حيدر ترجع لنا حيدر، نريد نسمع من عندك مو بكيفك الحكي. يلا دزيت لك دعوة بس حتى نسمع، لأن أنا قتيل العبرات حبيب الزهراء. والله حبيبي شلونك الطيب الدر الحائر حياك الله. حيدر دزيت لك دعوة يا حبيبي، يا ريت تشوفها، لأن أنا سولفت شيء والناس تشوقت تسمعك، فأريد شيء حلو من عندك، ما أضغط عليك قدر الإمكان بالمقدار اللي تقدر له، لأن أكيد أنت أما بالبيت أما يمك. رادود علي الصالح استاذ واثق انسان شاعر راقي متواضع. والله من حسن ظنكم واحقكم. سؤال اخير، فتره كثره قصائد الغزل اللي بيها معنى المصمم عبود، واكو ناس من تسمعها تحس جاي تقصد شخص مو اهل البيت. هذا الموضوع هوايه سولفنا به وهوايه حكينا به، سواء بجلساتنا الخاصه وسواء مع يعني حتى من اطلع برامج وحتى من كذا. فدائما اقول لهم إشكالا لهذا الموضوع، مثلا أنا أريد أكتب عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، أكيد بيه الشوق أكيد بيه هذا، فإشكالا حتى تخلص من هذا والتهمة وكذا، قدر إمكانك حط اسم أهل البيت في المستهل. يعني أنا هذا رأيي الشخصي، حتى تخلص من السالفة هاي كلها. حط اسم أهل البيت، يعني إذا كانت القصيدة للإمام المهدي حط اسم الإمام المهدي بالمستهل حتى تطلع من هذا الإشكال. ما يقولون أنه أنت كاتبة غزل وأنت كاتبة قصيدة مثلا للحسين، حط اسم الحسين بالمستهل، وهكذا نطلع من هاي ونخلص من هاي السالفة. كلامك دقيق وتشخيصك دقيق صحيح. حيدر وياي ما أدري موجود ما موجود. أي موجود إن شاء الله.
أحمد العراقي حياك الله، مؤسسة قمر بني هاشم، أنت وياها على راسي حبيبي المصمم عبود، أنا بخدمتك يا عمري، الله يحفظك يا أبو أحمد. جدا اعتذر انا ابو احمد والله شوي لا الانترنت جدا ضعيف عادي، كلش. أنا آسف، أحس إنه لا أحس إنه وقت مو مناسب، يمكن أنت بالبيت أو كذا، المفروض أنسق وياك. جدا الوقت مناسب ابو احمد، انت بكل وقت مناسب وياك. الله يسلمك يا عمرو. يلا الحرية لك والاختيار لك والمايك لك، وأنا أحد محبينك ومتذوقين من سمعك. انت استاذنا ابو احمد، الله شاهد. ابو حمودي شوي قبل فتره يعني صار عندنا ويانا موقف ولدنا يعني تعرف مظاهرات وهيك شيء، فطلع عندي ناس اسمه ختيله. احنا مشكلتنا وطني، هو على العراق يعني وطني وواقع اجتماعي، انت اليوم لازم تعالج فت حاله. زين. فالناس بصوره عامه اسم الناس ختيله. الناس يعني هي حياتنا صايره ختيله صراحه. صحيح. بسياسينا بناسنا بوضعيتنا كلها صايره ختيله. فيقول روحي قمريه حزن وعيون فقر قليب ناقع، وروح سالوف الضياع، واللي يضيع يبين من عيونه ضايع. الله صح. يا مسودا كان محشاي على باله، روحي قمرية حزن وعيون فقر قليب ضاقع، وروح سالوف الضياع، واللي يضيع يبين من عيونه ضايع. والله صح، يبين من عيونه ضايع. يا مسودا شان نحكايه على باله، ورتل اسمي بكل تقاطع. يا مسودا فصل احلام رصيف واحنا حسره علينا شارع. الله منين ما باوع يا ربي. يا مسودا كان نحكايه على باله، ورتل اسمي بكل تقاطع. يا مسودا فصل احلام رصيف واحنا حسره علينا شارع. الله منين ما باوع يا رب تبوقنا رباب الجوامع. يا حكاية تشاور الله الفقرة مو تنباع، ذلة وديني ساكت. يا حكاية نقولها ورد المكانك، وانا عايش له بوطن نص شعبه بايت. يا مراية تشوفنا بعينك كبيرة، الموت ما خلى ضوء كلهم طفن، والسالفة أكبر من قصيدة اللي ينحكم بعدام باكر ما يلم روح السجن. الله. وآية قلبي ويا مراية تشوفنا بعينك كبيرة، الموت ما خلى ضوء كلهم طفن، السالفة أكبر من قصيدة اللي ينحكم بعدام باكر ما يلم روح السجن. وآية قلبي البيك لو من الله شاف كل شي استكن، المطر ما مطلوب دم، وعمره شارد راكض يدور وطن، وتجيب روحي وتوقع الدنيا بصفنتي. المطر ما مطلوب دم، وعمره شارد راكض يدور وطن، وتيه روحي وتوقع الدنيا بصفنتي. ويشرب بصحته بسامينا الزمن، ومن جماجمنا وجناسينا وبكينا، يصعد الدخان لله وينزل من الله مزن. وآية قلبي أمس كملت القيامة، صوتين وحزن كلش حزن. وأمس داينت الرصيف أحلام من التشيس ما ضاقن جفن. الله. وأمس في اسمك براسي. الله أمس داينت الرصيف، أمس داينت القيامة، وأمس كملت القيامة صوتين وحزن كلش حزن. وأمس داينت الرصيف أحلام من التشيس ما ضاقن جفن. أمس داينت الرصيف أحلام من التشيس ما ضاقن جفن. وأمس في اسمك براسي لمسة ماري وحيل أخوي، وما ردت تطلع لي شيبة حتى ما يكبر أبوي. الله. وآية قلبي فصلوا ربهم
وأمس في اسمك براسي لمسة ماري وحيل أخوي، وما ردت تطلع لي شيبة حتى ما يكبر حتى ما أبوي، يكبر أبوي. وآية قلبي وما ردت تطلع لي شيبة حتى ما يكبر أبوي، وآية قلبي فصلوا ربهم تغاريد وفتاوي، وطعنوا بسابع سما بالله وحبيبه. يا إلهي هاي وادم كل من الله قدار جيبه، زرعوا ما ينزرع بوجوهنا خوف ومآسي، الله. وزوروا تاريخ جد وطاحت الدنيا على راسي. ذولا منهم ومني تصبح نايم واصحى على ناسي، وذولا احنا تجيسنا الضحكه ويقفونا دمع، وهذا انا وروح اختي العب بيها الوجع، وهذا انا وما نموت، وحتى لو متنا عرس هذا انا وما نموت، حتى لو نموت وذاكره النور خبز وشمس، الله. حتى لو متنا عرس الله. وهذا الله. انا ما نموت وذاكره النور خبز وعرس. الله يا حيدر. ابو احمد الحبيب وسلامتك. الله يا حيدر. الله يا حيدر. يعني انا الناس سولفت حيدر شاعر واعي يعرف شنو يكتب، مبدعين جدا والله. انا يعني خلي انهي وياك وحتى اقرا التعليقات. حيدر هوايه شكرا، هوايه جميل، هوايه يا حبيبي. واتمنى شكرا لك ابو احمد، انت صوتنا وانت واجهتنا وانت يعني والله فدوى اروح لك. شكرا يا حيدر. شكرا. الله يسلمك. شكرا لك، شكرا لسعة صدرك وجمهورك وهذا المنبر الحور. أنا خادم ويا رب من توفيق الى توفيق ابو حمودي. جميعا الله يعطيك العافيه. الله يسلمك يا حبيبي اخذ راحتك. شكرا استاذ. يعني هذا شوف سعادتي يمكن مبينه على وجهي، ممكن حتى لو كانت القصيده حزينه، لكن حيدر شعرائنا يعني يمكن انظلم هوايه اعلاميا انظلم، لكن هو ما ينظلم، جميل يبقى جميل. هنودي ما ناسك حبيبي. جواب مقنع، احسنت ابو حمد الله يسلمك. استاذ واثق ممكن نسمع منك نص عمودي خدمتك، بس انت قل لي اسمك بس الشاعر غير اعرفك. وان شاء الله نضيفك، يعني يا ريت تشرفني. رادود حازم النافع، استاذ ابو احمد اكو قصيده بالمستقبل نفس ما اريد ايامي. والله يعني انت من يصير عندك طفل او ولد بصفات معينه، ممكن يجي واحد ابنك الثاني او الثالث يشبهه بس مثله بالضبط ما تصور. اكثروا من هكذا بثوث لان عقولنا تعبت من ضوضاء. والله هذا هدف من اهداف البث، والله لا عندي مجال ولا عندي حتى راسي يوجعني، بس اقول قدر الامكان نزرع فد بث معين بنص هاي القذاره، اسف للكلمه، واللي جاي تصير خصوصا ببرنامج التيك توك وهاي ما اعرف شنو. فاقول عسى وان الكبير اموت عليك حبيبي يا سيف الله يسلمك. اللي بعثوا ورود واللي بعثوا ما اعرف، هوايه اشكركم. يعني راكان السلامي شاعرنا الحبيب الله عليك فدوى اروح لك. نجف مو بس رواد يد، كل عراقنا مبدعين. احكي لنا قصيده كتبتها هالسنه. انا حقيقه يعني استاذ واثق كتبت عنوان القصيده بكل منام. هذه شوف سبحان الله، طلبوا احكي قصيده وانت ذكرت قصيده بكل منام. طيفك يفزز دمعتي بكل منام، هيك اذا اتذكره. انا طبعا بديت بال10 والان ب11:30 وما ادري بالوقت، لان فقره كانت اجمل من فقره. ما اريد اطول بالبث. الهدف مو المده والوقت، الهدف الفائده. وصعدوا وياي 2 أو 3 أو 4 من حقيقه يعني انتم بعد تحكمون عليهم. هاي القصيده كنت يعني بسيارتي رايح ازور امير المؤمنين بالنجف، وكان الشيخ حسين الاكرف حال ضيف علينا، فرحت اشوفه واسلم عليه. قصيده بكل منام، طيفك يفزز دمعتي بكل منام، اتصور طيفك ينزل دمعتي بكل منام، واني بول سفرتي وقدامي شام.
أعدل الناقة وتميل، يعني ما جاي أتذكر. المهم يعني قمت بالواجب مع الشيخ حسين وقعدت وياه وما أعرف إيش، وقلت له أنا بعد أرجع للبيت لازم أكتب باكر مجلس عند ملا قحطان ويكون أكتب لفت نص لهذا المجلس. قال إن شاء الله الساعة يمكن 12 بالليل 12 ونص. فسلمت عليه، طلعت صعدت سيارتي أنا جاي أسوق، أقسم بالله واني أسوق اجى المستهل او اجت هي هذه الفكره. فصوتت سيارتي، ظليت واقف تقريبا بالربع ساعه، كتبت ولله الحمد. انا تارك القلم والورقه صار لي يمكن من 10 سنين، كله بالموبايل. فطيفك ينزل دمعتي بكل منام وانا بول سفرتي وقدامي شام وهكذا. شايف من فرحة شنو من تكتب شيء وتنزل دمعتك. هذا كان قصة هاي القصيدة. والله نستمتع بوجودك تنسان قبل أن تكون شاعر، وأيضا شاعر صاحب بصمة. والله يا حبيبي يا شاعرنا اللي لسه ما عرفت اسمك، يمكن نزلت اسمك كتبت اسمك. الشاعر فقط كاتب الشاعر دكتور الخلوق والكبير العيساوي، والله يحفظك من ذوقك. راكان السلامي والله بخدمتكم، بس وقته هواية. رزان ممكن نسوي زراعة شعر، يعني موضوع شعر وجاي نسولف جاب الشعر بالنص. عموما أنا هواية أشكركم، هواية شرفتوني كل اللي، وآسف أخاف عبرت أحد ما قريت رسالته، هواية آسف ترى والله، لأن أنشغل بالضيف وأستمع له. يعني ساعة ونص، أكثر من ساعة ونص صار لنا. نبقى على هذا السياق. تمنيت تبعثوا لي رسائلكم بتعليقاتكم. حسين مقيم الخطاط، حسين هذا الشاب الحبيب الطيب النشيط جدا. أنا ما أعتبره فقط خطاط، أعتبره مبلغ حسيني يعني حبيبي. إن شاء الله بالجايات حسوني حبيبي وتشرفني إن شاء الله كل أسبوع إن شاء الله. يا ريت والله حسين، وإن شاء الله أنا سويت إعلان على الانستغرام. شباب هواي أو الناس يقولون إحنا نريد على الانستغرام. يعني أرجع وأقول سبب وجودنا على التيك توك حتى نزرع فد هيك نقطة بيضة بنص هذا السواد والقبح الموجود. وإن شاء الله نحاول مرة انستغرام ومرة تيك توك وبخدمتكم. برنامج سوالفنا شعر، وهي صارت شعر ومحبة ومودة، مو بس شعر. راح يبقى وياكم إن شاء الله، وراح يبقى برنامجكم ودعمكم ويستمر وباستمراركم. أبو علي أنت على راسي يا حبيبي. إن شاء الله كل أسبوع كل جمعة، يعني بالعشرة بعد العشرة حسب ظرفي. يعني اليوم كنت طالع وقوة رجعت لأجل البرنامج ولأجل عيونكم. فإن شاء الله نحاول أيضا بالأسبوع مو فقط حلقة واحدة، نحاول نخليها حلقتين أو 3 حتى أتشرف بكم وحتى أسمعكم، وحتى كل شبابنا اللي عنده موهبة اللي عندي هذا كل احنا نسمعه، كل احنا نستمتع به ونستفاد من هذه المنصة، منصة التيك توك، بشيء مفيد إنه بشيء مفيد لخدمة الحسين، بشيء مفيد لخدمة عقولنا، لخدمة أرواحنا. نسمع شيء حلو، نسمع كذا، نخدم الحسين، ننزل دمعة، نسمع مستهل، نسمع قصيدة عن الأخ، عن الصديق، عن الوطن، وهكذا. شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا، وإن شاء الله الحلقة راح تنزل على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم ولكل اللي قدم دعم بلايك، يعني نشر البث وبعث الناس وأصدقاء، للي بعث ورد، للي بعث أنتم ورود وأنتم عطر الورود، وأنا خادمكم الصغير وارجع أقول خادم. نشوفكم إن شاء الله في أمان الله.